سلام. شوفوا هنايا راني جبت ندير معاكم الفلفله تاع الدس اللي باش ندسها. كما راكم تشوفوا هنايا انايا جابوا لي شويه تاع الفلفله كونتيتي، راني شاويه ديجا شويه وباقي شويه كما راكم تشوفوا هنايا. عندي هذا الحار والطماطيش هادو كاع غادي نشويهم ونطيب معكم الفلفله اليوم. المسمومه ديري الجام وديري ابوني، ما تكونش مسمومه وقلبك قاصح. سمعتي؟ اذا عجبك الفيديو ديري ابوني وديري جام وكتبي كومونتير شباب ياك هكا باش تكوني دائما يوصلك الفيديوهات ويوصلك كاع جديد. الفلفله هذيك اللي شويناها والجوا والطماطيش نقوهم كيما هاك، ومن بعد نولوا نقطعوهم ونطيبوهم. باش تقطعيه الفلفله والجوا شتي كي نخلوه في الاخر يطلق الماء، حنا اش غادي نديرو باش يساعدنا ونخدموا على نقاوه ويتقطع عنا فاسيلمون؟ غادي ندخلوه الكونجيلاتور يشد روحه شويه عاد ونبداو نقطعوا فيه باش نقلوه. انا هنايا عندي كونتيتي ما غاديش نديرها في المقله، ولا انا هنايا هذه غادي عييت كيفاه ندير وما لقيت لهاش الحل. شدرت جبت القصعه تاع العجين، عندي قصعه كبيره تاع العجين تقدروا تطيبوا فيها. اللي ما عندهاش مرميطه كبيره ولا مقله كبيره ولا تقدر دير في القصعه هذيك تاع الالومنيوم. غسليها نقيها ومن بعد وليت طيبي فيها عادي. تقدري تطيبي فيها زيتون، تقدري ديري فيها فلفله، تقدري اي حاجه تقدري ديري فيها. اشنو هو نقصوا شويه للغاز باش تساعدكم باش ما تنحرق لكمش وكاع. نقصوا الغاز شويه وخدموا فيها عادي. هنايا هذيك الطوماطيش تاني اللي كانت عندي شويتها، شويه كل شيء، شويه الجوا، شويه الفلفله، شويه الطوماطيش، نقيتهم كاع كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد نولي نقليهم، من بعد نولي نقليها. دروك رانا في موسم تاع الفلفله وكاع كما راكم عارفين، ما نقدروش الفلفله نخلوها كما هاك ولا تخمج، باينه بلا غادي نخدموها وندسوها. انا كيفاه ندسها ما ندساش هكاك مشويه ومقطعه وصاي. انا نطيبها كاع، نطيبها نورمال، نطيبها بالبصل والثوم والطماطيش وكاع، ومن بعد نخليها تبرد وندسها. شوفوا البنات، انا كي نعيا ونكثر الدوار ويكون عندي بزاف صوالح يضرني راسي ونبغي داك الفنجان تاع القهوه وين ما نروح نديه معايا، يكمل واحد ونزيد واحد. هنايا جبت البصله كما راكم تشوفوا هنايا. انا عندي قلت لكم كميه كبيره، انا درت هذه الكميه هنايا واحد الكيلو ورطه ولا 2 كيلو تاع بصل. نقيتها ونوجدها باش نحضر معكم هذيك الفلفله. الله يجيب الخاشيرات، كلشي ولا غالي، الله المستعان. كما راكم تشوفوا هنايا هذا القطه تاعي انا ديما الدور واش وين ما نروح تروح معايا. هذه هي، سامحونا وصاي. الصراحه هاد الفلفله طريقه تاع المعسكريين، ماشي تاعنا تاع تلمسان. تاعنا تاع تلمسان نديرو غير بالثوم، ما نديروش البصله. بصح هاد الطريقه تجي بنينه وحلوه بالبصله. جربوها البنات غادي تعجبكم بزاف بزاف. هذه الطريقه تاعي اللي انا نديرها باش ندس بها الفلفله، تقعد لي كما هي. خير من اللي ندسوها هكذاك نشوها ونقطعوها ونديروها في الساشيات. بالك روماركيتو كي تجبدوها باش طيبوها تصيبوا كاع هذاك الجهد نتاعها تاع الفلفله راح تصيبوها ولات كي البلاستيك. اما لا ما تجيش حتى في الطياب، ما توليش بنينه والاخر كيما هاك. تحسبوا راكو درتوها عاد دروك لو كان يكون عندها عام في الكونجيلاتور كي تجبدوها تحسبوها عاد جديده. طيبتوها دروك كما كنتو تشوفوا. انا قلت لكم الشيرات هنايا من داك عندي كونتيتي كبيره، انايا ما عنديش مقله كبيره، ما عنديش مرميطه كبيره. درت في القصعه تاع العجين عندي كونتيتي ما عنديش كي نديرها. هنا درت شويه تاع الزيت. هنايا دير الزيت على حسب الكميه اللي عندك تاع الفلفله. كانت عندك كميه قليله ديري شويه زيت، كانت عندك كميه تعرفوا الزيت تعرفوا الفلفلات دي الزيت. هنايا الشيرات كما قلت لكم الفلفله ما قطعتهاش تم درتها في الكونجيلاتور تشد روحها. كما راكم تشوفوا هنايا مكاش زقه تاع الماء باش تخدموا على نقاوه. وهذاك الماء نسحقوه حنايا كي نكونوا نقلوا الفلفله ما تنشفناش باش تقعد محافظه على داك الماء نتاعها. هنايا نقطع كاع ديك الكميه. راني نقلي في البصل قد ما يدبال لي ويحمر، عاد نزيد عليه الفلفله والطماطيش
ونزيد كما هنايا راني درت معاه كميه مليحه تاع الجوا تاع الحار، نبغي حار ما نبغيش يحلو. ان قلت لكم نخدمه وندسه كما تجيني كونتيتي تاع فلفله نطيبها طياب عادي وندسها. هذا هو الشيرات. نقول لكم ديروا العوله، ديروا العوله، طيبوا. راه وقت الطوماطيش، راه وقت الفلفله، راه وقت الجوا، راه وقت. كنت درت معكم واحد الوصفه تاع الحار، هريسه. تاني جبت شويه تاع الاخر، خدمت الحار هريسه، وخدمت اللي بغات الوصفه تولي الفيديو تاع الهريسه تاع الجوا وتشوف كيفاه تخدمها. كما هنايا تاني راني نقطع في الطوماطيش اللي كنت شويتها، هنا شويت كاع المكونات اللي عندي باش تجيني الفلفله بنينه هاك. هنا عاد راه عندي طوماطيش هذه ماشي حمراء بزاف، شويه رايحه للصفوريه، بس ما عليش زعما هكذاك. وجاتني فلفله شابه كما راكم تشوفوا هنايا. زدت الفلفله على هذاك البصل ونبدا نحرك باش ما تلصقليش من تحت. كما قلت لكم القصعه شويه خفيفه، نقصوا للغاز وقلوها في غردها باش ما تنشف لكمش تاني. هنايا تاني جبت كميه مليحه تاع الثوم، زدتها على هذاك الفلفل ونبدا نحرك شويه شويه. هنايا كي نشوفه بدا يدبال هذاك الفلفل نزيد عليه الطوماطيش ونخليه يزيد يطيب. كي نشوفها بدات تدبال هذيك الطوماطيش وبدات تذوب، نجيب المراسه. هنا زدت الملح على حسب كميه الفلفله، زيدي وذوقي، الى خصها الملح زيدي. هنايا نبدا نمرس فيها كما راكم تشوفوا. هنايا مغرف كبيره ولا اللي عندها المراسه تمرسها بالمراسه احسن. انا هنا كنت ندير بالهذا المغرف تاع اللوح، بصح المراسه احسن. شوفوا هنايا من بديت نستعمل المراسه تساعدني تطحن لي الفلفله غايه. هذه هي الطريقه اللي نديرها انايا باش نخدم الفلفله وندسها. هذه كونتيتي مليحه زعما تاع الفلفله. انا غادي نطفي عليها ونخليها تبرد حتى تبرد كامل، عاد نعمرها في الساشي تاع الكونجيلاسيون ونخبيها تقعد لنا حتى للعام ما يصرى لها والو. كما راكم تشوفوا خير من ندسوها هكذاك تكون كما نقولوا حنا نشوها ونقوها وندسوها هكا قرون ولا نقطعوها بعد تولي كي البلاستيك. بصح كي ندسوها كيما هكا طايبه تجبدي تحمي وتاكلي. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نقول لكم مشاهده ممتعه والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.